انت اصلا من زمان بتحاول وما بتخافش من المحاولة، بس انت ناسي. اول فيديو نزله كان متوتر وهو بيعمله، كان خايف من الفيوز اللي مش هتيجي. ايه اسوأ سيناريو ممكن يحصل؟ محدش في الكون مركز معاك اصلا. عمرك حسيت انك عايز تعمل حاجة جدا، بس كل ما تيجي تبدأ في صوت جواك يجي يقولك طب ما يمكن تفشل، طب ما يمكن الناس تضحك عليك، طب ما يمكن اتعب، وكل ده في الاخر يطلع على الفاضي. فتأجل يوم واسبوع وشهر، وفجأة تلاقي نفسك واقف مكانك. المشكلة ان اغلبنا فاكر ان اكبر عدو للنجاح هو الفشل، ولكن انا جاي النهاردة اقولك ان اكبر عدو للنجاح مش الفشل، ولكن هو الخوف من الفشل. لو ركزنا شوية وتعمقنا في انفسنا وبدأنا نفكر هل احنا فعلا بنخاف من الفشل، هنلاقي ان الاجابة لا. احنا بنخاف من الاحساس اللي بيجي بعد ما نفشل في تحقيق حاجة. بتخاف تحس ان انت مش كفاية، بتخاف الناس تبص لك وتقول لك يا ابني مش قلت لك، فكك من الكلام ده. بنخاف نتعب وما نوصلش للحاجة اللي احنا بنسعى ليها بقالنا فترة، علشان كده بنختار الطريق الأسهل وما بنجربش. بس لو ركزت مع نفسك أكتر هتلاقي إن الألم الناتج عن عدم المحاولة أقوى بكتير من ألم المحاولة نفسها، أو من ألم اللي أنت بتحسه لو فشلت. حد في كذبة ناس كتير مقتنعة بيها، وأنا شخصيا كنت مقتنع بيها في يوم من الأيام، إن الناس الناجحة دي ناس قوية، ناس عظيمة، ناس واثقة من نفسها، ناس عمرها ما بتخاف. لكن الحقيقة إن كل شخص ناجح كان مرعوب في مرحلة من المراحل. أول فيديو نزله كان متوتر وهو بيعمله، كان خايف من الفيوز اللي مش هتيجي. أول مشروع بدأه ما كانش ضامن نجاحه أصلا. أول امتحان دخله، وده بالنسبة لبتوع طب، كان قلقان جدا. يعني أنا عايزك تسأل الأستاذ اللي بيدرس لك دلوقتي عن أول امتحان ليه في الكلية، هيقول لك يا ابني أنا كنت داخل ركبي بتخبط في بعض. الفرق الوحيد ان هو خد خطوة وجرب، مش ان هو فضل قاعد مستني المشاعر السلبية دي تروح او ان الظروف تتمهد له. تخيل معايا دلوقتي طفل بيحاول يتعلم المشي، واول ما جه حاول وقع مرة واتنين وتلاتة وعشرة ومية. لو هو بيفكر بنفس دماغك دلوقتي ان هو مجرد ان هو فشل ان هو ما يحاولش تاني، كان خلاص قال بقى ان المشي ده مش كاري وانا هفضل احبي لحد ما اوصل لل60. لكن الحقيقة ان هو بالفطرة فضل يكمل ويعافر لحد ما بقى الموضوع بالنسبة له حاجة عادية، وبقى بيمشي وكبر ودخل كلية وقاعد بيتفرج على الفيديو دلوقتي. اهلا بيك. انت اصلا من زمان بتحاول وما بتخافش من المحاولة، بس انت ناسي. مشكلتك دلوقتي انك نسيت ان النجاح ما بيجيش من اول محاولة، وان انت عادي تفشل، وان الفشل ده جزء من النجاح مش عدو. وعايز اقول لك حاجة يمكن تصدمك جدا، محدش في الكون مركز معاك اصلا. يعني انت دلوقتي قاعد بتفكر الناس هتقول عليا ايه لو فشلت، والناس دي برضو قاعدة بتفكر في بيوتها انت هتقول عليهم ايه لو فشلوا. فانتوا بتعملوا ايه؟ الفكرة بقى ان محدش فيكم بيعمل حاجة اصلا، فانتوا بتضحكوا على بعض، او انت بتضحك على نفسك ومفكر ان الناس واقفين كده بالميكروسكوب، وفلان ده اهو بص هيقع هيفشل، هجيبه، هقعد اعايره. محدش مركز معاك اصلا. الحمد لله على السلامه. ودايما في سؤال بحب اساله لنفسي قبل اي حاجه فيها ريسك او انا قلقان منها: هيحصل ايه؟ ايه اسوأ سيناريو ممكن يحصل؟ انا وانا داخل الامتحان وببقى قلقان جدا ومتوتر جدا وخايف جدا، بسال نفسي يا عم لو بعد الشر حصل ضرب في الامتحان ده وما نجحتش، هيحصل ايه؟ هتموت؟ هترجع ناقص دراع ناقص رجل؟ هيعلقوا لك حبل المشنقه على باب الكليه؟ اهلك مش هيدخلوك البيت بعدها؟ مفيش حاجه هتحصل، هتحاول تاني. حاجه تانية برضو بتحصل كتير قوي، خاصه احنا داخلين على شغل وكده، فكره الانترفيو وانت رايح تقدم. انت ليه قلقان؟ على فكره مديرك ده كان مكانك في يوم من الايام، وعادي مر بنفس التجربه اللي انت بتمر بيها وحاول ووصل. وانت لو رحت وفشلت وما اتقبلتش، مش هترجع يعني خسران جايزه نوبل يعني، فاهم؟ هتقدم في شغلانه تانية وهتعدي ان شاء الله، بس انت حاول تسعى. لكن لو قررت ان انت ما تروحش اصلا لان انت خايف، هتفضل بقى مشاعر ندم وقلق، وطب لو كنت رحت واتقبلت، طب انا ليه ما رحتش اصلا؟ وكل الكلام ده انت في غنى عنه. قوم البس البدله بتاعتك وروح الانترفيو او روح شغلك او روح الحاجه اللي انت عايز تاخد خطوه فيها، وربنا معاك وهيوفقك، واستعين بالله، وكل حاجه بتعدي. وكل خطوه انت بتخطوها انت بتتعلم فيها حاجه، حتى لو فشلت، حتى لو ما اتقبلتش، حتى لو ناس ضحكت عليك زي ما انت خايف، انت بتكتسب مناعه وكلاحه ضد يعني الناس المتنمره او الناس المحبطه، ان انت بعد كده بيكون عندك صلابه نفسيه انك تقدر تكمل في اي حاجه وتدوس. واخيرا عايز اقول لك ان مفيش حد بيكون جاهز 100%.
محدش بيكون واثق من نفسه تماما ان هو هيعدي، دايما بتكون في احتمالية فشل عند اي حد بيعمل اي حاجة. الفرق بين الشخص اللي وصل والشخص اللي لسه واقف مكانه ان الاول قرر يتحرك رغم الخوف، ما استناش الخوف يمشي وبعدين اتحرك. لو في حاجة نفسك تبدأها فابدأ، حتى لو بخطوة صغيرة، حتى لو خايف من النتائج، حتى لو مش ضامن النتيجة بنسبة 100%، اتحرك وخد خطوة. وعايز أكد لك إن الخوف مش علامة إنك تقف، الخوف بيمثل علامة إن ده شيء مهم بالنسبة لك وإنت حريص عليه، فاستغل حرصك ده إنك تستعد بأقصى قدر ممكن بالنسبة لك. بس كده، ده كان فيديو النهاردة، وبتمنى لكم التوفيق جميعا. سلام عليكم.